عايزه اقول لك لو لسه بتغسليها يبقى فايتك كتير قوي وطول عمرك بتعمليها غلط. يلا صلي على النبي واعملي متابعه ولايك وشير. وهاتي بقى طاسه او صينيه، حطي فيها معلقتين كبار من الزيت مع حته ليا دي حوالي 50 جرام، قطعتها قطع صغيره كده. لازم الكبده يتحط فيها ليا عشان بس نبقى متفقين، وهي مش مضره خالص، ده بل بالعكس دي احسن من السمنه المهدرجه. يعني لو تعرفوا ان انتوا تخلوا اكلكم كله بالدهن يبقى افضل. بعد كده سخن قوي 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 معايا، ونزلت بالكبده بتاعتي. هنا الكبده بتاعتي دي كانت حوالي كيلو. اول ما الزيت سخن جدا لازم تنزلي بالكبده وما تقلبيهاش. وبعدين انا ما غسلتهاش، الكبده بتجيبيها من عند حد كويس ما بتتغسلش. تمام تمام. اول ما بتشد نفسها كده ببتدي ان انا اقلبها تقليبه بسيطه. بتشد بقى وبتنشف كده، مش بتنشف يعني بتبقى كويسه، نعرف نقلبها علشان الكبده بتفرفط، لان هي عباره عن كتله دمويه، ما نفقدش بقى القيمة الغذائية بتاعتها ولا شكلها. بعد بقى ما قلبتها كويس قوي رحت جبت قرن فلفل كده رومي. طبعا لو انتوا بتحبوا السبايسي، هي احلى حاجة الفلفل الحامي، لازم تحطوا لها فلفل حامي. بس لو عندكم اطفال صغيرين زي حالاتي كده فبعملها باردة، وبعد كده بشيل منها جزء واعمل جزء حامي وجزء بارد. بننزل كمان بقرنين فلفل من الفلفل الشطه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي الكبده الاسكندراني بقى، وعايزه حد يخش يقول لي لا دي مش طريقه الاسكندرانيه، عشان انا اصلا اسكندرانيه. فايه بقى عشان نقفل الكلام خالص. تمام. بعد كده قلبتها مع الفلفل كده كويس قوي، واديتها بقى ايه سنه فلفل اسود صغيره. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم بس جربوها بالطريقه دي وانا متاكده ان هي هتعجبكم، وكمان هتخشوا تقولوا لي في الكومنتات. بعد كده بقى ايه اديتهم تقليبه مع بعض، ونزلت بقى ايه باربع او 5 فصوص من الثوم مع قرن فلفل كده مشطشط، ونص معلقه كمون ونص معلقه ملح، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه. طبعا هنا انا النار عندي عاليه جدا، ما ينفعش اوطيها. بعد كده على طول هنزل برشه ملح صغيره ومعلقه خل. عايزه اقول لكم ان ريحتها تجنن. عصير بقى ليمونه، هنا بقى لازم تحطي ليمون للكبده لازم، وشويه بقى سلطه طحينه وشويه جرجير وشويه بطاطس، وهتاكلي احلى سندوتشات كبده ممكن انك تاكليها. قطعوا بقى فلفل زي ما انتوا عايزين لو انتوا ما عندكوش اطفال صغيره. شايفين؟ هي دي الكبده الاسكندراني. وعايزه حد بقى يتكلم والله العظيم عشان انا اسكندرانيه هتزعلوا مني. انا فوتت الفيديو بتاع الباميه ومرضتش اخش ارد على حد لما هاجمتوني فيها، مع ان هي حلوه جدا وهي دي الطريقه الصح. فانا مش هتكلم ومش هقول لكم اي حاجه. بس كده. شايفين الجمال؟ اعملوها في البيت والله العظيم احلى واوفر وانضف بكتير. اعملوا شير اذا عجبتكم.